السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله يعني هنبدأ يومنا كده مع بعض بشوية مواعين كده في الحوض، هنبدأ نعملهم مع بعض. وكمان يعني هحكي لكم يومي بيبدأ ازاي. انا بصحى من الساعة 6 الصبح، طبعا اغلبكم عارفين ان انا بشتغل، فبصحى 6 الصبح عبال ايه يعني ملبس وافطر واصلي. ببدأ أنزل من البيت على حوالي الساعة 7:30 كده. أركب طبعا المواصلات لغاية ما أروح عندي في الشغل. يعني بدخل الشغل الساعة 8. بقضي يومي هناك مع زمايلي، كلنا بنحب بعض وأنا بصراحة بحبهم كلهم. بنبقى يعني تقريبا اليوم كله مع بعض، احنا دايما يعني احنا أكتر من الإخوات هناك. وطبعا أنا بحب الشغل وبحب الاختلاط بالناس وبحب عموما الناس يعني. فبخلص شغلي بروح الساعة 3:30، باجي على البيت لو في حاجة بقى في المطبخ بدخل أعملها. طبعا الغدا أنا اللي بعمله. ألاقي يعني بتعمل لي البيت، ساعات تعمل مواعين، ساعات أنا بلحقها قبل ما تعمل المطبخ بدخل أنا أعمله. يعني بنساعد بعض كده، اللي موجود بيساعد التاني. بس وباجي بقى ايه، باجي من الشغل على 3:30، يعني بطلع عبال ما اركب مواصلاتي وارجع على بيتي. بدخل على الساعة 4 كده البيت. طبعا بدخل بقى على المطبخ لو في حاجة عايزة اطبخ، عايزة اعمل اي حاجة في المطبخ بعملها. ده يوم كله. يعني النهاردة مثلا جيت دخلت على المواعين، عملت شوية المواعين اللي انتوا شايفينهم دول، وكمان هعمل لهم محشي. كل ده ايه على السريع كده، مش هياخد مني وقت. هنا الحلة على النار حطيت فيها حوالي بصلتين متوسطين، وكمان هنزل كده بمعلقة من التوم وهقلبهم لغاية ما ياخدوا اللون الذهبي، وريحة التوم بقى تطلع كده مع البصل بقى. خلاص هنزل كده بشفشق الطماطم. والطماطم انا ما بكترلهاش، يعني ما باجي اعصرها في الخلاط مش بكتر مية، بحط مية قليلة خالص بس ان هي تضرب لي الطماطم علشان انا بحبها تقيلة. هنزل كده بمعلقة من الملح، وتظبطي الملح حسب ما انت عايزة، وكمان معلقة من الفلفل الاسود، معلقة كبيرة من الكمون، وكمان ربع معلقة من البهار اللحمة. وهغطي عليها لغاية ما الصلصة بتاعتي تتسبك كلها، يعني الصلصة تتسبك كده وتتقل معايا. طبعا انا غاسلة الرز ومجهزاه ومصفياه. هنزل بالرز كده على الصلصة بتاعتي. طبعا انا موطية خالص العين، موطياها خالص علشان بس انا عايزة الصلصة بتاعتي تلف كده مع الرز وتديله ايه اللون الجميل اللي احنا ايه بنحبه في المحشي. شايفين ما شاء الله. هسيبها كده حوالي دقيقة واحدة بس، واطفي عليها النار. طبعا الخضرة اقطعها بسرعة، وكمان هغسلها وهصفيها في المصفى عشان ما يبقاش فيها اي مية خالص. وهبدأ بقى انزلها كده ايه على الرز زي ما انتوا شايفين كده. انا بحب ايه احط الخضرة بعد ما الرز ايه يعني ياخد اللون كده مع يعني بحبها تكون يعني مش مستوية. ما بحبش احطها مع التسبيك عشان بتدبل، ما بتبقاش باينة. انا عايزاها تبقى باينة كده في الايه في الرز بتاعي. طبعا انا غاسلة الفلفل والبتنجان بالشكل دون، ومخليهم زي الفل من جوه ومن بره، وغسلاهم ومصفياهم. هبدأ بقى احشيه بكل سهولة. محشي البتنجان والفلفل بيبقى سهل جدا في الحشو، يعني ما بيبقاش زي ايه زي ورق العنب او زي الكرنب، بياخد لف بياخد معايا وقت. ده محشي سريع كده. خلاص تحسوا ان انا عايزة انام، فصلت خلاص، صاحية بدري واليوم يعني كله تعب من اوله لاخره. بس الحمد لله على كل حال، انا مبسوطة جدا جدا بحياتي وبشغلي وبكل حاجة بعملها بصراحة.
اهم حاجة الواحد من جواه يبقى مبسوط ومرتاح نفسيا يعني. هنا خلاص المحشي خلص زي ما انتوا شايفين كده، حشيتهم بكل سهولة وبسرعة، خدش مني وقت خالص خالص ولا مجهود. كله اوام كده، اوام بذكر الله كده، كل حاجة بنخلصها بسرعة. ده كده المحشي بتاعي كان جميل، كان طعمه حلو قوي، عاملاه بسرعة ومستعجلة بس كان طعمه حلو قوي. ده كان يوم النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.